الراوي قصص وحكايات من الموروث الثقافي العالمي، اقتبسها وهذبها كمال الكاتب. مؤثرات صوتية وإخراج إيمان سليماني. إنتاج إذاعة تونس الثقافية، رمضان 2023. الراوي. الشايب بالقدام وعبد الله يتبع فيه في وسط أكل متاهة متاع الرمل والصخور. اتوغلوا وزادوا توغلوا، ما يشوفهم كان الطير الطاير، أما بعين البشر محال. هاك الشيخ وقف يتمعن ويثبت في البلاصة، يغزر لعبد الله واثق من روحه. أي وليدي، هذه نهاية رحلتنا، هوني وصلنا، هذه هي البلاصة المنشودة. تحبوا تعرفوا شنو صار مع عبد الله؟ تابعونا في الحلقة القادمة. البلاصة كانت فيها صخور عجيبة ومتميزة على بقية الصخور، عاملين كأنهم هلال في وسط الرمل. أي ولدي، توا باش نقول كلام وتمتمات باش تسمعهم، لكن ماكش باش تفهمهم. وبعدها باش يتحل فلح في واحد من الصخور اللي قدامك، فلح صغير ما ينجم يتعدى منه كان شخص واحد، وزيد ولاية صغير في عمرك وحجمك. هذاك هو المعروف اللي طالبوا منك. كان جيتانا نجم ندخل في الفلح اللي باش يتحل، عمري ما كنت نتعبك معايا في هالرحلة. عبد الله راه وليد صغير في 15 سنة من عمره كاكا، وكان ذميم بطريقة تلفت الانظار، شيء من عند ربي وشيء من الفقر اللي عاشوا. هاك الشيخ زاد قال له: يا عبد الله، وقت اللي تتعدى الفلح راك باش تلقى باب تحله، وراه أكبر كنز في الدنيا. أما كان تخاف ولا تحس في روحك ماكش قد المهمة هذه، قل لي، ما تحشمش مني ولدي، نلم رواحنا ونروحوا، وراني لا نعاتبك ولا نلومك. هكا عبد الله فرحان عاد باش يرد الجميل: لا يا شيخ، لا يا شيخ، مانيش خواف، توا انا تشوفني خواف يا شيخ، هذه فرصتي باش نرد لك جميلك، جربني وشوف. هاك الشايب شعل نار في وسط هاك الهلال متاع الصخور، وجبد من جيبه حشايش ما يعرف سرهم كان هو، رماهم في النار، وبدا عاد الدخان خارج لين ملاك المكان الكل. وك الشايب يعزم ويتمتم: مش رشان في بنادع مش معن نادع مشي يتوجره المر سمر هذا شيء هرخص هباهني حتفة بس ومتمد ومدنعي حتفة هالمسي بي حتفة حيلك مزنك من شي يسيلوها اني هلط معي حتفة هرخص هتياي حتفة. ويزيد يرمي في الحشايش في النار. الدخان من اللي كان ابيض ولا اصفر، ومن بعد اخضر، ومن بعد عم السواد في البلاصة الكل. بشوية بشوية بدا يتقشع كأنه ستارة وجبتها ولا كتاب وطويته، وما تسمع كان ترشيقة في وسط صخرة من الصخرات، ويتحل فلح قدام عبد الله بالضبط. هاي يا وليدي، وقت اللي تدخل حل باب حديد، وراك باش تلقى روحك في وسط كنوز ما هي كنوز. يا عبد الله، ما تبهتش وما تنبهرش وما يغركش منظرهم، وخصوصك يا عبد الله يا وليدي ما تهز حتى شيء.
عندك هدف واحد باش تحققه من المهمة هذه. في آخر النفق باش تلقى بيت صغيرة ما فيها حد شيء، كان قنديل بو 12 شمعة. قنديل كي تشوفه تحقره، مصنوع من الحديد، لا ذهب لا فضة، تحسه متروك وملوح في القاعة. جيبهولي، أنا ما حاجتي كان بهالقنديل. هاي في ساعة ما تبطاش، راهو الفلح عنده وقته يتسكر. عبد الله واثق من روحه، نوعدك يا شيخ نوعدك ما يكون كان عندك. خذا من عند الشيخ مشعل بيمينه وتصرف في هاك الفلح، وبرغم صغر حجمه كما حكيت لكم ما تعدى كان بالسيف. يلقى روحه في دروج هابط هابط، فات تقريبا 100 درجة، ادخل في نفق، وهكن نفق ماشي ويضيق ماشي ويضيق، لين ولا يمرد ويدو على قلبه يطفاش هاك المشعل. اخلط لنهاية النفق، جاب بالضبط قدام باب حديد في كبر باب مدينة، ما كان قدامه حتى شيء يعمله إلا كونه يدور مقبض ذاك الباب. تعدى الباب خطوات، غزر يمين غزر يسار، الفوق اللوطة شهق من البهتة. يلقى روحه في كهف واسع وعريض كأنه قصر ملوك وسلاطين. عبد الله يمشي وحده وحده، يثبت باهت منبهر، فك الحيوت الكلها مزينة، لوحات فنية ما توفاش، يمين ويسار، حتى القاعة مرمر كأنه باللار، يرجع في ضوك المشعل منظر جميل يهز العقل. وزيد كل شوية تهب نسمة خفيفة في هاك الكهف، ريحتها ريحة نوار، كل ما يزيد يقدم كل ما يزيد يدهش أكثر. تحبوا تعرفوا شنو صار مع عبد الله؟ تابعونا في الحلقة القادمة.